أهلا وسهلا بكم. أخبار ريال مدريد السبت 2/8/2025. لو بتحب الريال اعمل لايك واشترك في القناة. يلا يا صاحبي، نبدأ مع أخبارنا. ألونسو يضغط لإبرام مزيد من الصفقات، ولكن أكد الصحفي ماريو كورتيغيانا أن شابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد يسعى لإبرام المزيد من التعاقدات قبل غلق سوق الانتقالات، إلا أن النادي يواجه تحديا كبيرا بسبب محدودية الأماكن المتاحة في قائمته. وبعد تجديد عقد راؤول أسينسيو وتسجيله رسميا إلى جانب ضم اللاعب الشاب فرانكو، لم يتبقى سوى مقعد واحد شاغر، وتشير المصادر إلى إمكانية منح هذا المقعد لغونزالو، لكن القرار النهائي لم يحسم بعد. الوضع يزداد تعقيدا مع رغبة المهاجم البرازيلي إندريك في البقاء ضمن الفريق الأول، وهو ما قد يؤثر على فرص مشاركة غونزالو غارسيا. كما أن استمرار رودريجو قد يقلل من دقائق لعب ماستانتونو أو إبراهيم دياز، ما جعل دايرة النادي مطالبة بدراسة دقيقة قبل اتخاذ أي خطوة جديدة في سوق الانتقالات. صفقات ريال مدريد تتوقف على رودريجو. قال الصحفي كارلوس كاريبو إن مستقبل تعاقدات ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الحالي مرتبط بمصير النجم البرازيلي رودريجو. وأوضح كاريبو: إذ لم يغادر رودريجو فلن يقوم ريال مدريد بأي تعاقدات جديدة، حيث أن النادي يعتبر بقاؤه مؤشر على عدم الحاجة لإبرام صفقات كبيرة، ما يضع ملف تعزيز صفوف الفريق مرهونا بقرار اللاعب ومستقبله مع النادي الملكي. بطلب من ألونسو، ريال مدريد يستعد بتجربة آمنة أمام تيرول. يخوض ريال مدريد مباراة ودية تجمعه بنادي تيرول النمساوي يوم 12 أغسطس، أي بعد 8 أيام فقط من بداية تدريباته التي تسبق الموسم والمحدد انطلاقتها الاثنين القادم. خوض ريال مدريد لهذه المباراة ضروري للمدرب تشابي ألونسو من أجل الوقوف على جاهزية الفريق قبيل أيام قليلة من بداية منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني، غير أنها ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث قد تكلف الفريق إصابات بسبب عدم الجاهزية الكاملة للاعبين. خطورة المباراة على لاعبي ريال مدريد كانت وراء اختيار منافس متواضع مثل تيرول لتفادي الاحتكاكات القوية بين اللاعبين، حيث يريدها المدرب الجديد تجربة تكتيكية ونفسية وليس اختبارا بدنيا حقيقيا للاعبين. النيابة العامة تطالب بحبس راؤول أسينسيو 2.5 عام. يطالب الادعاء العام بالسجل راؤول أسينسيو لمدة 2.5 عام في القضية المتعلقة بلاعبي شباب ريال مدريد. قدمت النيابة العامة لائحة اتهام في القضية التي تم فتحها في جزر الكناري، وتعرف بقضية لاعبي شباب ريال مدريد، والتي تورط فيها لاعب الفريق الأول راؤول أسينسيو. كما تطالب النيابة العامة بالسجن لقرابة 5 سنوات للاعبين الثلاثة الآخرين المتهمين لتسجيلهم فيديو إباحي لفتاتين إحداهما قاصر. غولر يستعد للحياة الجديدة بعد قرار ألونسو. يستعد التركي أردا غولر لمرحلة مختلفة تماما في مسيرته مع ريال مدريد، بعدما قرر المدرب الجديد شابي ألونسو منحه دورا قياديا في الموسم القادم. وسيعود غولر إلى التدريبات في مجمع ألفا دي بياس في 4 أغسطس تمهيدا للمشاركة أساسي في افتتاح الموسم ضد أوساسونا يوم 19 أغسطس على ملعب سانتياغو برنابيو. ألونسو أعلن ثقته الكاملة في اللاعب الشاب، ويأتي هذا التغيير بعد أن كان غولر مجرد بديل في حقبة أنشيلوتي، حيث يتوقع أن يصبح عنصر محوري في خطط المدرب الباسيكي. هذه المرحلة قد تكون الأهم في مسيرة غولر، الذي تطمح تركيا لأن يقود منتخبها إلى مونديال 2026، بينما يراهن ريال مدريد على موهبته لإضافة بعد جديد للفريق الملكي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو بتحب ريال مدريد، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، واستنوني بكرة بأخبار جديدة مع الملك ريال مدريد. والسلام عليكم ورحمة الله.